فضل الزكاة في شهر رمضان يعتبر موضوعا هاما ومحببا لدى المسلمين، حيث يعتبر هذا الشهر المبارك فرصة مثالية لتقديم الزكاة والصدقات. إليك بعض فوائد وفضائل إعطاء الزكاة في شهر رمضان. أولا، تضاعف الأجر. يعتبر إعطاء الزكاة في شهر رمضان من أفضل الأوقات لتحقيق الأجر العظيم، حيث يتضاعف الثواب والمثوبة في هذا الشهر المبارك. يشير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى فضل إعطاء الزكاة في رمضان بقوله: تضاعف في رمضان أجر الصدقة. ثانيا، تطهير النفوس والمال. إعطاء الزكاة في شهر رمضان يعمل على تطهير النفوس والمال، حيث يزيل الطمع والبخل من قلوب المؤمنين، ويحقق التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. ثالثا، تعزيز روح الإخاء والمحبة. إعطاء الزكاة في شهر رمضان يعزز روح الإخاء والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يشعرون بالتضامن والتكافل في هذا الشهر المبارك. رابعا، تخفيف معاناة المحتاجين. يعتبر شهر رمضان وقتا حساسا للعديد من الأسر المحتاجة، وإعطاء الزكاة في هذا الوقت يساهم في تخفيف معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. خامسا، الاستفادة من أجر الشهر الفضيل. يعتبر إعطاء الزكاة في شهر رمضان استثمارا روحيا ممتازا، حيث يمكن للمؤمن أن يحقق الأجر الكبير لأعماله الصالحة في هذا الشهر المبارك. بشكل عام، فضل إعطاء الزكاة في شهر رمضان يعكس قيم السخاء والتضامن التي تميز هذا الشهر الكريم، ويعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع متراحم ومتعاون في النهاية. نتمنى منكم الدعم والمشاركة للاستمرار، وهذا فضلا وليس أمرا.